جدا اسألكم الدعاء. والله الفيديو ده متصور من بدري ومش عارفة اسجله خالص، فقلت خلاص بقى هقوم اسجله وانا ونصيبي. فاعذروني بس عشان صوتي تعبان. واسألكم الدعاء مرة تاني. النهاردة روتين قوي جدا، هننضف وهنعمل غدا وفي مشتريات الشهر. كملي الفيديو معايا للآخر عشان تشوفي المشتريات وازاي بنوفر في زمن الغلا اللي احنا فيه ده. ربنا يرحمنا يا رب. في افكار كتير قوي هتخليكي تعرفي توفري شوية عشان تقدري تمشي الدنيا. اول حاجة انا نفضت الانتري بتاعي كويس جدا وشلت الكفر اللي عليه كله غسلته، والخدديات اللي هي الكوشن اللي عليه دي برضو شلتها غسلتها. طبعا استغبيت في نقطة ان انا نفضت كل ده على الارض، فطبعا السجادة اتبهدلت جدا، بس خلاص نضفناها وفرشنا الدنيا وبقت حلوة جدا. اسفة عشان مسرعة الفيديو. النهاردة هنعمل الغدا بتاعنا مكرونة بالبشاميل والجلاش. قلت لكم قبل كده انا بعمل المكرونة البشاميل بطريقة خفيفة قوي، والجلاش برضو بعمله بطريقة جديدة، يعتبر حصريا انا الوحيدة اللي بعمل الطريقة دي، وبتطلع حلوة جدا 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 وتحفة جدا. خليكي معايا بالخطوات وان شاء الله باذن الله هيعجبك جدا. الفيديو ده ما اتصورش وانا تعبانه لاني بجد مش قادره اعمل اي حاجه خالص. بصوا يا بنات، طبعا انتوا عارفيني انا بفرز البصل. طبعا انا لو كنت معصجه اللحمه من البدايه وحطاها في الفريزر كانت هتبقى اسهل من كده بكتير قوي، بس كنت الفتره دي بصراحه مضغوطه فما كنتش بقدر اعمل افرز يعني حاجات كتير، فكنت شايله اللحمه المفرومه زي ما هي. زي ما شفتوا معايا بجيب البصل بتاعي بديله تشويحة بسيطة قوي، ما بخلوش يغير لونه، وبعد كده بنزل عليه باللحمة. البهارات بتاعتي ملح فلفل كمون، 2 بس حبهان عشان اعرف اطلعهم بعد كده. وعايزة اقول لكم الكارثة اللي انا لقيت واحدة وما لقيتش التانية، بس الحمد لله ما جاتش في بق حد. الحمد لله. ممكن بقى تكون جت في بق القط بتاعي مش عارفة بصراحة، بس محدش يعني قال لي ان في حبهان فوقه او حاجه، فالحمد لله. تعالوا بقى هنعمل البشاميل زي ما قلت لكم برضو قبل كده ان انا بشتغل كل حاجه في نفس الوقت عشان اسهل الوقفه. نفس مقدار الدهون نفس مقدار الدقيق. عايزه تعايري عايري، مش عايزه تعايري بعينيكي، يعني امشي بالطريقه اللي انت عايزاها، بس بجد الطريقه والله حلوه جدا. خلاص كده. اسفه بجد والله على صوتي، بس انا بحاول اتكلم يعني وما بينش التعب في صوتي. بس انا اكيد يعني البرد بيبهدلنا جامد وبيخلينا خانفين وحاجات كتير قوي كده. المهم هنزل المرة دي عملت نص كيلو لبن، ما عملتش الكيلو. انا لو هحط نص كيلو بحط نص كيلو لبن وبعد كده بكمل الباقي بشوربة. ما عندكيش شوربة حطي مية ومرقة دجاج. شغلي نفسك بأي حاجة، ما توقفيش على أي حاجة. طبعا أنا حطيت المرة دي نص كيلو عشان التوفير. الطعم هو والله ما بتختلفش كتير ولا اي حاجة. طبعا حاطين حلة هنا بنحط فيها المية عشان نسلق المكرونة. خلاص حطيت اهو الملح والفلفل الاسمر، وهقلب ده كله كويس جدا. بصوا ما شاء الله القوام بيطلع معايا حلو جدا، مش مكتل مش مخرز، حلو جدا وجوسي كده وجميل. هننزل دلوقتي بالزيت على المية وبعد كده هنزل بالملح وهنزل بمقدار المكرونة بتاعتي. انا بعمل كيلو كامل. عندي عبد الرحمن ما بيحب ياكل المكرونة مسلوقة، ورهف طبعا بديها برضو المكرونة مسلوقة. بصوا يا بنات، هنا خلاص يعتبر اللحمة بتاعتي خلاص دخلت في السوا، فنزلت بقى بالملح بتاعي. هنيجي هنا نشوف البشاميل بتاعنا. بصوا بقى يا بنات، هتكلم معاكم شوية واحنا بنشوف الخطوات كده لحد ما اوصل للجلاش عشان اقول لكم يعني انا بعمل ايه. أه بص حبيبي، انا عايزاكي تتصرفي. الدنيا انا عارفة ان هي غلا وتعبتنا كلنا وربنا يرحمنا، بس احنا مش في ايدينا حاجة.
معلش هقطع كلامي عشان اوصف لكم. بقول لكم هنا ان انا حطيت 4 مكعبات بس زبدة، وعايزة اقول لكم ان انا مش هستعمل الكمية ديت، لقيتها كتيرة جدا. بحط بس شوية زيت عليهم ودخلتها في الميكروويف، سيحتها. بصوا دلوقتي انا هعمل ايه. هدهن الحركة المعتادة، هدهن الصينية بتاعتي، وطبعا دهنة الفرشة دي ولا اي حاجة، مش مقدار سمنة ولا اي حاجة. هدهن كده بس الصينية كويس جدا عشان الجلاش بتاعي ملزقش فيها. انتوا شايفين كل حاجة اهو قدامكم. اهم حاجة ندهن الجناب كويس جدا. خلاص كده هاجي اطلع لفة الجلاش بتاعتي. بصوا يا بنات، انا ما بعملش راق راق وارجع ادهن سمنة والجو ده كله، لا طبعا. انا على فكرة عندي نسبة كوليسترول، فعشان كده بدأت احافظ شوية. مع انه والله انا من زمان ما بحبش الدهون ولا السمنة ولا الجو ده كله، بس الحمد لله على كل حال. طبعا أنا مش لسه مكتشفاه ولا اي حاجة، انا اكتشفته بعد ما ولدت بنتي رهف. وفي وقتها كان ممنوع ان انا اخد علاج الكوليسترول وانا برضعها. ف عايزه اقول لكم ان هي مفطومه دلوقتي بقى لها سنه تقريبا والله، ولا رحت كشفت ولا سألت، بس ان شاء الله باذن الله قريب اروح، علشان لو عالي لا قدر الله او اي حاجه ارجع بقى اخد العلاج وكده. حتى والله نفسي اشتري القلاية الهوائية، فربنا يكرمني كده ونعرف ندبر حاجة او نوفر حاجة ونجيبها بإذن الله. مستنية والله بس يبقى عليها سيل حلوة او اي حاجة عشان اقدر اجيبها، لاني في نفس الوقت مش عايزة اجيب حاجة صغيرة قوي ما تفيدنيش او ما تنفعنيش، بما اننا اسرة كبيرة. زي ما شفتوا كده معايا، حطيت نص الجلاش كله تحت، وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة بتاعتي، ورجعت حطيت النص التاني. ما تقلقيش من الزيادات دي، كل ده بيستوي. اهم حاجة بس يبقى شكلها كويس عشان ما تستويش على الشكل ده. وبعد كده باجي اقطع التقطيعة اللي انا عايزاها بالحجم اللي انا عايزاه. بصوا خطوات بسيطة جدا وسهلة جدا، وبجد هتدعيلي انا متأكدة. خلاص هنقطعها كويس جدا. هنيجي بقى نجيب كوباية لبن. ادي كوباية اللبن بتاعتي. بصوا انا هحط سمنة قد ايه، 3 معالق سمنة في كده. اديكوا شايفين الكمية قد ايه. ما بحطش بيض، مش بحبه، ولا على المكرونة ولا على الجلاش. بحط ملح وفلفل اسمر، وهقلب ده كله مع بعض وهنزل بيه على صينية الجلاش بتاعتي. وكده بألف هنا وشفا. الصينية خلصت معايا، مفيش اي افتكاسة، مفيش اي حاجة. اديكوا شايفين الخطوات سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا وعلى ضمانتي، وجربيها ما تقلقيش. طبعا بدوس بالشوكة كده علشان الجلاش كله يشرب من اللبن اللي انا حطيته. بصراحة بحط لبن صافي، ما بزودش شوربة ولا اي حاجة، لان هي كوباية يعني. خلاص كده هنحط بقى، طبعا مش هرمي بقى بقية الزبدة دي، فهستعملها هنا في المكرونة. ولو مش عايزة بحط طبقة بشاميل لبديل السمنة دي، وخلاص على كده. نرجع بقى نكمل كلامنا واحنا بنتفرج. فبصي يا قمر، شوفي انت بقى ايه اللي هيناسبك. يعني انا مثلا طبعا هقول لكم الاسعار في المشتريات فهتفهموا اكتر. انا مثلا مش بنزل السوق الصبح، اولا عشان غلو الاسعار، ثانيا مش ببقى فاضيه ومش بقدر بصراحه انزل الصبح خالص. فبنزل اخر النهار، بتبقى الاسعار بدأت تنزل شويه، ممكن تنزل نص جنيه جنيه على حسب المنطقه اللي انت فيها. ممكن تلاقي عروض. عروض في الخضار، يعني مثلا لو الطماطم الصبح ب8 جنيه او ب6 جنيه، هوريك انا جايباها باخر النهار بكام. ده مثلا في الخضار ككله. المنظفات زي ما قلت لكم ما بشتريش
حاجة شركات. بجيب الصابون اللي انا وريتهولكوا، والله جميل جدا وتحفة وحلو جدا. ادي هنشيل الحبهان زي ما قلت لكم، لقيت واحدة بس وما لقيتش التانية. بس الحمد لله برضو ما جاتش فوق حد. المهم، لان الباقي اللحمة اللي في الحلة دي انا اديتها للقط بتاعي. طبعا مش بديله اللحمة يعني، اللي هو بيبقى باقي كده في الحلة، لان احنا بنتكلم على التوفير. بص يا بنات، بشتري الصابون اللي انا وريته لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. لو انت جديده ولسه داخله، ارجعي في الفيديوهات هتشوفي الصابون اللي انا بعمله. وكمان ان شاء الله هعمل لكم طريقه الصابون في البيت، احنا اللي هنعمله في البيت من الزيت المستعمل. ان شاء الله باذن الله هنوفر على نفسنا كتير جدا، احنا لازم نمشي الدنيا. دي حاجة. الكروكس زي ما قلت لكم بجيب السايب، اهم حاجة يكون من محل كويس. جربي كذا محل عندك منظفات لحد ما تلاقي حد بيبيع حاجة جودة حلوة. بتوفر جدا. برضو هقول لكم انا جايباه بكام في المشتريات، فكملي الفيديو معايا للاخر. آه برضو الفاكهة، الفاكهة بصراحة لأ، مش بتبقى بقى فيها الصبح والظهر وكده. لأ، بس برضو بدور على الحاجة الموفرة كويسة ليا ولأولادي. آم، بس طبعا يعني ندور بقى على بدائل كل حاجة. يعني مثلا الأول احنا كنا ممكن صينية المكرونة البشاميل دي نملاها على الوش جبنة رومي وجبنة موتزاريلا وجبنة شيدر مسك جبن، وفي البشاميل ذات نفسه بنحط جبنة نستون. دلوقتي لا طبعا، انت لو عملتي كل الحاجات دي حرام عليكي، هتكلفك جامد جدا. واحنا على قد ما بنقدر بنحاول نوفر. ايه دي؟ شفتيني عملتها ازاي؟ والله العظيم جميلة جدا، ما تختلفش اي حاجة. أم لا يعني لازم نمشي نفسنا يا جماعة. خلاص كده انا خلصت الصينية بتاعتي. طبعا همسح الجوانب دي كلها علشان ما تتحرقش جوه الفرن. الفرن بتاعي بشغله في الاول على اعلى حاجة، وبعد كده بقلل درجة الحرارة يعني. عايزه اقول لكم ان انا الجلاش كان هيتلسع مني، بس الحمد لله الحمد لله لحقته. ادي شكل المكرونه ما شاء الله جميله جدا. هنا انا بوريكم ان هو كان هيتحرق، بس قشرت لكم حته كده بوريكم ان هو مش محروق ولا اي حاجه. هو خد لون بس جامد، وما شاء الله كانوا حلوين جدا وبألف هنا وشفا. ادي المشتريات يا بنات. انا ما بجيبش ده كله مره واحده، انا بنزل على كذا مره. ادي القوطة اللي بوريها لكم دي كانت ال3 ب10. تلاقي كلها حلوة جدا، تلاقي بس واحدة كده فيها الجزء الأسمر ده بتشيليه. البطاطس كانت ب8. جبت المزيل للعرق دوت كان ب10 جنيه. عرض الصابون ده كان ب23. ده يا بنات الصابون اللي أنا عملته كان ب20. الكروكس الألوان اهو ده ال3 ب10. الاسبونشة دي مش فاكرة سعرها والله، 2 كده جوا بعض اللي بيبقى جواها سلك. دي بقى مرة تانية نزلت برضو جبت ال3 ب10، بس والله يا بنات ما فيها واحدة فيها أي حاجة. الكابوتشا كان ب4، جبت ال3 ب10. دي بطاطس أصغر شوية جبتها على 5 جنيه. زي ما قلت لكم بجيب الرز بكمية واشيلها. هنا الفاصوليا دي كانت الكيلو وربع ب10. دي اللحوم اللي انا جبتها. طبعا مش هنقول اسعار لحوم لان كل مكان غير التاني، وطبعا عشان الاسعار راحت في داهية ربنا يرحمنا فبدأت اقلل الكمية. يعني انا الاسعار لما بتبقى كويسة بزود الكمية شوية. اللي انا جبته جبت 2 كيلو لحمة صحيحة، كيلو مفروم. جبت كيلو لحمة كفتة جاهزة. وجبت نص سجق. انا اوريدي كان عندي نص كبدة ونص سجق كمان من الشهر اللي فات كانوا فايضين. لسه ما جبتش الفراخ، لسه ما جبتش السمك. فالله المستعان لما انزل تاني هبقى اجيب. بحاول اجيب حاجتي بالشهر برضو. لسه ما جبتش المكرونات ولا العدس ولا الحاجات دي كلها. انا جبت الرز والشعرية بس. وكنت وريتكم ان من الباقي بجيب نسكافيه بلاك وبجيب مرقة دجاج.
بصوا سمك كلوروكس وانا بنزله ما شاء الله تقيل جدا، حلو جدا، بينضف يعني مش تقل، بس رغوته عالية جدا. ورهت سوري، ورهت لكم في فيديوهات الروتين ازاي بيعمل روة جامدة جدا وبيوفر وبينضف. طبعا هنا انا فضيت ال3 كيلو في الجيركن دوت، وهنا هفضي الكرول الابيض. سوري والله يا بنات على اللخبطه، بس بجد تعبانه مش قادره اتكلم. طبعا الكلوروكس الابيض دوت او الكرول الابيض ده خام، كان الكيسين دول ال2 كيلو ب5 جنيه، يعني الكيلو ب2 جنيه ونص. والله ما بيفرق حاجه، انا مش هأذي غسالتي ومش هأذي بيتي علشان اوفر شويه. وعايزه اقول لكم انا بجيب الحاجات دي بقالي كتير، مش لسه بجيبها ولا اي حاجه. خلاص كده برضو هفضيه وناخد بالنا، عشان انا عايزه اقول لكم في اول جوازي لما كنت بستعمل الحاجات دي كان بيطرطش على هدومي ويبهدلها، فانا على قد ما بقدر برجع. هو ملالي الجيركن دوت ال2 كيلو. طبعا جيركن كروكس الالوان عشان كبير مش بيملاه، ودوت فينيك سايب. عايزه اقول لكم كان قلب لي ريحه الشقه كلها، طبعا ده دليل ان هو كويس. دول برضو شويه ب5 جنيه هيملالي جيركن جنرال ده كله. فادي جبنه فينيك وجبنه كروكس وجبنه كرول، لو حسبنا دول 5 و5 10 و10 20 جنيه، ممكن يكفوكي الشهر على حسب استعمالك. ولو خلصوا هتجيبي تاني، وما كلفتيش نفسك كتير ولا اي حاجة. طبعا انا ما فضيتش بقية الحاجة معاكم عشان صراحة خلاص ما كنتش قادرة، فكده الفيديو يكون خلص وهتوحشوني.